السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ رمضان كريم عليكم، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فيديو النهاردة هنعمل فيه فانوس رمضان، وأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. طبعا أنا عارف إن الفيديو اتأخر فاعذروني. هنبدأ أول حاجة في الفيديو بالقعدة بتاعة الفانوس، وأنا اخترت تكون بالشكل ده عشان حاسس إنها هتكون شيك شوية وهي كده، وده هيكون شكل القعدة في النهاية. الخشب اللي اشتغلت بيه هو خشب 8 مللي MDF. المقاسات طبعا مش هينفع اذكرها لان دي بتختلف من حد لحد. انا عملت الاعداد بتاعه الفانوس نفسها حوالي 20 في 20 سنتي، والسلخات اللي اشتغلت بيها عشان ابني الفانوس كانت 2 سنتي عرض، والسمك بتاعها 8 مللي، ما عدا القاعدة كانت 3 سنتي عرض عشان اقدر ارسم فيها الرسمة دي. بعد كده هبدأ اجمعهم في بعض بالامير والمصلب او الغرة الشفاف. طبعا طبعا الخامة والمقاسات دي حاجة بتاعتك انت وذوقك، زي ما تحب تعملها اعملها. بعد ما ثبتهم بالامير هبدأ اديها مسامير 1.5 سنتي، وانا هنا استخدمت مسامير طرف واحد، وطبعا هي بتخش في الدباسة دي وشرحتها قبل كده في فيديو منفصل. احنا احنا كده قفلنا القاعدة السفلية للفانوس. القاعدة العلوية هيبقى بينها وبين القاعدة اللي تحت حوالي خشب 2 سنتي برضه، وده في الاخر هنعمل فيه حركة حلوة في اخر الفيديو هتشوفوها. نيجي للخطوة اللي بعد كده، هنبدأ نقفل الجوانب بتاعة الفانوس. واحنا بنقفل الجوانب نركز ان احنا هنقفل 3 فقط عشان الجنب الرابع هيكون الضرفة. طبعا انا بجمعهم في بعض بالامير والمصلب، وده كافي جدا لانه بيكون قوي. لما يكون ال MDF مع ال MDF بيكون الامير قوي جدا في اللزق. وطبعا عايز اقول لكم لو الفانوس ده كان اتعمل بخشب طبيعي كان هيبقى حاجة تحفة، بس طبعا انا لقيت ده متوفر عندي وكنت حابب اعرض لكم الفكرة بصراحة. انت بقى ابدع براحتك، انا عرضت لك الفكرة واعملها بالخامة اللي تعجبك.
هنبدأ نلزق الجوانب في بعض، وبعد كده هنلزقهم في القاعدة، ونتأكد واحنا بنلزق الجوانب في بعض ان هما قائمين، مفيش واحدة فيهم الزاوية بتاعتها مفتوحة، وده عشان الشكل النهائي بتاع الفانوس ما يبوظش مننا. بعد كده هنحط الأمير ونلزقهم في القاعدة اللي تحت، ونحاول ان احنا ما نرشش السبراي اللي هو بيصلب الأمير او بيخليه يجف بسرعة، عشان بيبقى محتاج سرعة جدا واحنا بنلزق. لا، احنا نلزق الأول القاعدة وبعد كده نحط السبراي بتاعنا، وكده كده الأمير هيلزق من غير السبراي. هو السبراي وسيلة ان هو يسرع عملية الجفاف مش اكتر. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ألزق السطح بتاع الفانوس، واحط عليه السطح اللي هو العلوي اللي هو هيبقى فيه سمك 2 سنتي برضو، عشان اقول لكم ايه اللي هيحصل فيه. انا هنا بحط الفواصل بتاعة سطح الفانوس اللي هو السطح النهائي للفانوس. بعد كده هيبقى فيه فوقيه سطح اصغر شوية اللي هيتمسك منه الفانوس وهيتعمل بالخيط. انا هنا عملت خطوط دليل عشان اعرف بس هضرب المسمار فين بالظبط، عشان ما يطلعش من الناحية التانية وما يخشش في مكانه. بعد كده بديله دقة بالشاكوش، لان ساعات الدباسة ما بتبقاش قوية قوي ان هي تدخل المسمار للاخر. بعد كده حطيت السطح الاصغر للفانوس، واللي بناء عليه هحط القطعة الأصغر خالص اللي هيتعلق منها الفانوس بالخيط. وطبعا أنا الفكرة بتاعت الفانوس دي يعني مستوحاة شوية من البيوت بتاعت الصينيين، بس البيوت بتاعت الصينيين بتكون هرمية من فوق شوية. وبكده نكون انتهينا من مرحلة التجميع، والخطوة اللي بعد كده هنبدأ ندهن الفانوس. أنا هنا اديته وش بلاستيك، مجرد بس بطانة للفانوس، عشان بعد كده هصنفر الوش ده ونديله سبراي ابيض. هدهنه دهان دوكو ابيض اللي هو الرش اللي بيتباع عند اي موان ده، هتلاقوه في رينج ال30 او ال35 جنيه.
وطبعا لو حضرتك وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ان شاء الله الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتقولي رأيك في كومنت لان رأيك يهمني. ولو حضرتك اول مرة تشوفني على يوتيوب ما تنساش تشترك في القناة وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبعد ما دهنا الفانوس البطانة البلاستيك هنبدأ ندهن الباب برضو نفس الكلام. والباب هو جزء من الجناب، بس انا ما ثبتوش لان ده هيبقى ضرفة هيتعمل كده بمفصلات اكسسوار. في اخر الفيديو طبعا هنشوف بنركب الكلام ده ازاي. بعد ما البطانة نشفت هبدأ اصنفرها وبعد كده هبدأ ارشها سبراي ابيض. طبعا انت اللون براحتك برضو، انا هنا رشيته ابيض عشان بحب اللون الابيض شوية يعني. وبكده نكون انتهينا من مرحلة الدهان. طبعا ده الفانوس بعد ما اتدهن. أه ما عرفتش اصور، الكاميرا فصلت وما خدتش بالي ان هي فصلت المرحله بتاعت لف الخيط والكلام ده، ما عرفتش اصورها بصراحه. بس هو حاجه بسيطه يعني، انا دخلت في الزوايا الداخليه اللي انا عاملها جوه دي، ابتديت الف الخيط اللي هو الخيش، وتحت برضو نفس الكلام وهنا وهنا، وحبل تخين شويه نفس النوع برضو الخيش بس اتخن شويه ايه بحيث يتشال منه في يونكه، يعني عامل في يونكه بسيطه كده. اه تمام، هنبدا نركب الباب بقى والقفل بتاعه ونظبط الدنيا. طبعا المفصلات اللي انا استخدمتها مفصلات صغيرة شوية وهي بتتباع عند الموانين الكبار، حاجة كده للتحف. طبعا المسمار ده اسمه مسمار برغوت، هو عشان صغير جدا يعني عن المسامير العادية. هنبدأ نربط المفصلات وانا ركبتها بشكل يعني اللي هو ايه بنقول عليها لطش، مش لازم نفرز لها لان الخشب اساسا كده كده رفيع. والمسمار ده نفس السمك بتاعه بيكون يعني قصير بحيث ان هو مش هيعدي الناحية التانية، ما تقلقش من الناحية دي. واخترت المفصلات عشان تكون باللون الذهبي مع الابيض ومع الخيش اللي هو الخيط الخيش، هيبقى شكلهم شيك ان شاء الله. بعد كده هنلف الفانوس الناحية التانية ونبدأ نركب القفل اللي هيقفل الظرف. وبكده احنا تقريبا انتهينا من الفانوس نهائيا. كده احنا خلصنا الفانوس، فاضل بقى حاجة واحدة، هو الجناب دي بقى هل احط فيها ازاز ولا اكريليك شفاف ولا مثلا اعمل فيها اشكال سي ان سي. الفكرة لغاية دلوقتي لسه مش في دماغي، مش عارف اعمل ايه فيها بصراحة. فاللي عنده فكرة حلوة مثلا للجوانب دي نعملها يقول لي عليها في الكومنتات، وان شاء الله هنحط اضاءة كده كده جوه، بتبقى حاجة كده صغيرة بتقعد تعمل اضاءة مختلفة شبه الشمعة كده بس هي الكترونية يعني شوية.
وهبقى اعمل لكم ستوري عنها ان شاء الله او فيديو شورتس اوضح لكم الفكرة تمت ازاي، بمجرد بس ما انتوا تقولوا لي رأيكم ونشوف رأي الأغلبية في الحاجة اللي هنعملها في الجوانب بتاعة الفانوس. بس كده، كل سنة وانتوا طيبين.